عليكم ورحمة الله، مساكم بالخير. 7 أمثال سودانية قاعدة تتنمر على المرأة. المرأة السودانية أخذت حقوق قبال نساء الوطن العربي، ومن قديم الزمان كانت ماخذة حقوقها تماما، وكانت ملكات وكانت مقدرات ومحترمات في مجتمعاتنا المحلية. لكن في فترة من الفترات ظهرت كمية من الأمثال الشعبية في كل أنحاء العالم تنتقص من حق المرأة. وجدت بعض البحوث إنه 80% أو 82% من الأمثال الشعبية في كل أنحاء العالم قاعدة تنتقص من حق المرأة. فالليلة إن شاء الله نشوف 7 أمثال من أمثالنا قاعدة تنتقص من حق المرأة ومعناته شنو. 3 ما ترفع العصاية منين: المرأة والحمارة والنقارة. ده مثل بدعي الراجل لأنه يضرب المرأة، وده كلام طبعا في تراثنا ما مقبول، ولا في أخلاقنا ولا في ديننا مقبول. المرأة كان بقت فاس ما بتكسر الراس، دي كناية عن شنو؟ إنه المرأة ضعيفة وإنت ما مفروض ما تعتمد عليها. المثل الثالث بيقول المرأة شاورة وخالفة، يعني المرأة ما عندها رأي، وده كلام برضو أثبتت التجارب عكسه. المرأة ما بتديها رسن، يعني المرأة ما تخليها ضغوط، ما تكون رئيسة، ما تكون، وده كله بينقص من حق المرأة، وده كلام طبعا. الآخر اللي عندنا نعال بقديدة ولا مرأة بوليدة، وده مثل بدعي المجتمع إنهم ما يتزوجوا من المرأة ذات الطفل أو المرأة اللي زوجت قبل كده ولدت وعندها طفل. عندنا مثل ثاني بيقول لك المرأة بتدقوها به وخدها، يعني كان عندك مرأة وعصب ما تضربها بيدك، عرس فيها، وديك عقوبة نفسية وقبل ما تكون عقوبة جسدية للمرأة، وده برضه مثل غلط في اعتقادي. عندنا مثل ثاني بيقول لك ما تتحزن بالنسوان فزعن زغاريد وسلاح بك، يعني المرأة ضعيفة. ويا اخواننا طبعا الكلام ده نحن ضده وضد التنمر على المرأة، لأن المرأة في تراثنا لها قيمتها. شكرا لكم.